الخير على كل الناس اللي بيتابعونا في رحلتنا من بسيون غربيه للمملكه العربيه السعوديه بالعائله. الحمد لله، يمكن ربنا اكرمني وعملت العمره. اخدت في الطريق لحد ما وصلت مكه 32 يوم على الطريق. 32 يوم نوم غير منتظم، اكل غير منتظم، تعب وارهاق ومشقه، ولكن نقطه الوصول كانت نقطه تحول خالص. نقطه كلها راحه نفسيه، هدوء. انت رحت المكان عظيم، وبعدين رحت بالهوايه بتاعتك اللي انت بتحبها، وده كان هدف عندك وحققته. فالحمد لله، حرفيا الواحد اول ما وصل ارتاح نفسيا. الحمد لله. يعني رحت المدينه المنوره وبعدين مكه، واخدت جوله في مكه بكل الاماكن اللي موجوده فيها. انا حاليا في رحله العوده لمصر، وانا راكب العجله بقالي حوالي 12 ساعه وانا بسجل الفيديو ده. رحله العوده هتكون بالدراجه لمسافه 800 كيلو او 780 كيلو بالظبط، لمطار جيزان، وبعدين هنزل من مطار جيزان لمصر بالطيران ان شاء الله. يعني انا معايا كده لسه 10 ايام على الطريق، فدعواتكم لينا ان احنا الواحد يكمل بالسلامه ويوصل بالسلامه. وشكرا من القلب لكل شخص كان واثق ومؤمن بفكرتنا وبهدفنا. وللعلم كمان ان مش دي اول رحله الواحد بيعملها. الحمد لله بلف في مصر من 2014. لفيت مصر كلها، عندي سلسله كتب اسمها الرحاله لمصر، بتتكلم عن تكنيك العجل في حياتنا والعادات والتقاليد والاماكن الغير معروفه في مصر. ولكن هي دي اول رحله ليا دوليه، وانتظروا مني المزيد طبعا، وربنا يكتبها لكل مشتاق. وتحياتي ليكم، وما تنسوش تتابعونا على الهاشتاج بتاعنا، هنشوف بلدنا على العيله، هنشوف كل شبر فيها. تحياتي ليكم من الاراضي السعوديه لاخواتنا وحبايبنا واهلي في مصر الحبيبه، ورجع لكم قريب باذن الله.